بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن البامية المفرزة، وهنعملها كده مع صينية لحمة كده بقى في الفرن، حاجة كده جميلة جدا. واللحمة النهاردة هتكون معانا لحمة ضاني. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده لحمة، دي لحمة ضاني، وتقدري تشتغلي بأي نوع لحمة تاني. عندنا كمان بامية، ودي بامية أنا كنت مفرزاها وعاملة حلقة عن تفريز البامية. وهنبتدي كده نشتغل بقى بكيس من البامية اللي احنا مفرزينها. معانا 3 بصلات، معانا نص كيلو من الطماطم، معانا كده ورق لورا، ومعانا كده رشة من الفلفل الأسود والملح، ومعانا كده رشة بسيطة من الحبهان المطحون، ومعانا بهارات لحمة. دي البامية اهي أنا حطيتها في قلب المصفى، ما بتغسليهاش. طيب نجيب بقى طاسة ونحطها، أو الصينية اللي هنشتغل فيها على طول بتحطيها على النار، وبنزل فيها باللحمة. قلنا هنا أي قطعة نوع لحمة تقدري هتشتغلي بيها إن شاء الله. طيب بنضيف بقى عليها كده الفلفل الأسود، وبنضيف عليها ورق اللورا، ورشة بسيطة من الحبهان المطحون مع بهارات اللحمة. وبنبتدي نشوح كل اللحمة دي كده كويس. هنا بعد ما ادينا بقى تشويحة كويسة كده للحمة بتاعتنا كده، هنبتدي ننزل بالبصل اللي احنا مخرطينه ومدينه رشة كده من الملح والفلفل الأسود. وهنبتدي كده نشوح اللحمة مع قلب البصل. طبعا بقى هنا البصل بتدينا الريحة والنكهات بتاعتها كده مع التوابل اللي احنا ضايفينها. هنفضل بقى نشوح البصل ده لحد ما احس ان البصل ده كده ابتدى يختفي وما بقتش ايه شايفاه. بصوا بقى هنا تحسوا ان ايه، مفيش خالص، البصل ما بقاش موجود معانا. كده هنبتدي نضيف عصير الطماطم، وهنبتدي نقلب بقى كده عصير الطماطم مع اللحمة والبصل، ونسيبهم لحد ما الصلصة بتاعتنا تتسبك. كده كمان بنقول ان اللحمة كده بتساعد على التسوية، بتتشرب من الطماطم وبتتنكه. خلاص ببتدي كمان ان انا اضيف معلقة صلصة لما احس خلاص ان الطماطم بتاعتنا كده ابتدت تدخل في التسبيك. ضفت كمان معلقة من الصلصة. هنديها كمان رشة من الملح، ولو احتاجي كده رشة من الفلفل الاسود حطيت لها حبة ملح، وهديها رشة من الفلفل الاسود، وبدي كده تقليبة. بعد كده هننزل بيه البامية اهي اللي انا حطاها في المصفى المفرزة. بصوا يا جماعة نزلت بيها كده على طول، وهديها بقى كده تقليبة عشان تتشرب منها كويس من الصلصة كده واللحمة. نديهم كده تقليبة كويسة. يبقى انا كده بقلبها بعد ما حطيت البامية. انا عايزة بقى البامية مع اللحمة مع الطماطم كل يتشرب كده من النكهات كده، ومن التوابل والحاجات اللي احنا كنا حاطينها. بعد كده ببتدي ان انا اضيف لها مية مغلية. ضيفي هنا مية سخنة، لازم تضيفي مية سخنة. بعد ما ضفنا المية السخنة بتسيبيها كده تاخد لها غلوتين على عين البوتاجاز كده من فوق. انا بحب دايما اسيبها كده تشتغل كده غلوتين على عين البوتاجاز قبل ما ادخلها الفرن. كمان انا كده هغطيها واسيبها تاخد لها كده غلوتين. بعد كده بكون مشغله لها الفرن على عالي، وببتدي ان انا اغطيها بورق فويل وبحطها على الرف الوسط، وبيكون درجة حرارة الفرن على 200 درجة. بعد كده هي دلوقتي هي استوت. انا شلت الورق الفويل وبسيبها كده تاخد بقى لون كده على الوش كده من فوق. ودي كده الصينية بقت جاهزة معانا. صدقيني حاجة بقى جميلة جدا. ودي كده اللحمة اهي مستوية وزي الفل. بصي يا جماعة اهي اللحمة اهي، بس بصراحة هي سخنة جدا مش قادرة ان انا امسكها. دي كده حلقتنا النهاردة عن صينية بامية مفرزة مع اللحمة في الفرن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.